ما كاش عيد بلا بنيون، كاين اشكال وانواع تاع البنيون، بصح الصح كيبقى لكم هكذا طري مده طويله ما ينشفش، وكل ما تاكلوه تحسوه ولا بنين زياده. والسر راهو كيفاش وباش تلموا البنيون ديالكم. مالا تبعوا معايا الوصفه. باش نديروا البنيون نسحقوا كيله تاع كاطو يكون مرحي، مع كيله غوفريت مرحيين، كيله كنافه تكون محمصه، ونص كيله فيتين، قرصه مليحه تاع الملح. خليتهم بجهه وجبت مارغارين اوبلين، ما نستغناش عليها في الكريمات ديالي، جودتها عاليه وتمدلي بالنهايه. حطيت 250 مارغارين اوبلين، وزدت عليها زوج مغارف كبار تاع شوكولا تارتيني، ضربتهم مليح حتى تحصلت على كريمه، اون كريم او بور بزاف هايله بنينه وبزاف خفيفه. وما تنساوش باللي اوبلين معطره بلا فاني، معناتها راح تزيد لي. هذا هو السر تاع البنيون اللي يخليه يبقى طري اطول مده. ضفت الكريمه لهذوك المكسرات، كي تلم لي الخليط زدت له زوج مغارف تاع باتا تارتيني، وزنت لي بول ديالي 30 غرام وعمرتهم لداخل بالكراميل، غلقتهم مليح ومن بعد درتهم في الكونجيلات، خلوهم يتجمدوا مليح، ومن بعد كي تكونوا حتقلاصيوهم بالشوكولا خرجوهم قبل بكاش ربع ساعه باش كي تقلاصيوهم ما يصرالهمش هذاك لو شوك وتترتق الشوكولا من الفوق. انا درت لهم ان كلاصاج غورمون، تقدروا ديروا واش حبيتوا. نزينها وصفه اليوم، وباش يجيك الكاطو بنين لازم له مارغارين اوبلين.